وحشتوني. عاملين ايه رأيكم في الالتزام؟ حلقة كل اسبوع اهو، ومواضيع مختلفة وحاجات مفيدة جدا. فانا محتاجة تشجيع، محتاجة تشجعوا. يلا انزلوا في الكومنتات دلوقتي، اكتبولي كومنتات تشجيع، ادعموني. انا بحب الدعم، فاكتبولي كومنتات تشجيع. عايزة اتشجع، ده انا بنزل فيديو كل اسبوع. الالتزام دمار. المهم، محتاجين حاجة نغير بيها حياتنا، حاجة تحسن من عقلنا، تخلي حياتنا مختلفة. الحاجة دي هي في حلقة النهاردة. زي ما شفتوا من العنوان، العادة اللي هتغير حياتكم هي الجورنالينج، التدوين، كتابة اليوميات، أي مسمى ليها. ازاي كتابة اليوميات أو الجورنالينج أو التدوين بيساعدك تغيري حياتك؟ جماعة، الكتابة بتنشط العقل جدا. انتي بتفرغي كل حاجة في دماغك على الورق، فانتي بتفضي دماغك، فكل ده بيقلل التوتر، بينشط عقلك، بيساعدك على الاسترخاء، بيساعدك تفكري بشكل أعمق، بيساعدك تحلي الأمور. كل دي نتائج لأبحاث ودراسات اتعملت عن كتابة اليوميات أو التدوين أو الجورنال. كل دي حاجات مفيدة جدا للعقل. التدوين، كتابة اليوميات، الجورنالينج مفيد جدا جدا جدا، وعن تجربة شخصية. انتوا هتلاقوا ورق كمية ورق وكمية دفاتر. انا بحب الكتابة جدا، بحب اكتب كل افكاري، بحب اكتب كل مشاعري، كل حاجة بحب اكتبها. اي موقف حصل في يومي ضايقني او اثر عليا بالسلب بالايجاب بكتبه. فالجورنالينج فوائده كتير جدا للعقل، فوائده ما تتعدش. انتي لما بتفرغي اللي في عقلك على الورق، كده انتي بتقولي لعقلك ان الحاجة دي خلاص اتعالجت، تمت معالجتها. عقلك بيقراها كده. كمان لما بتكتبي وتفرغي اللي في عقلك بيقلل التوتر، فعقلك بيحس انه حد سمعله، تم الاستماع ليه. فعقلك بيحس انه في حد قاعد قدامه وسمعله. انت لما بتكتبي عقلك بيقراها كده. عقلك بيقراها ان اتعالجت الحاجة دي، اتعالجت الحاجة اللي مؤثرة فيكي دي ومضايقاكي، طلعت على الورق فاتعالجت. كل ده عقلك بيقراها بالطريقة دي. فعشان تعرفوا قد ايه كتابة اليوميات مفيدة جدا، بتنشط العقل، بتوسع مداركك، بتخلي تفكيرك أعمق. جماعة، حتى لو هتكتبوا بعشوائية، حتى لو أفكاركم مش مترتبة، أهم حاجة تفضوا دماغكم، تفضوا دماغكم خالص، هدوء تام في الدماغ. لأن انتي عقلك، انتي مش هتعرفي تخرجي الدوشة اللي فيه غير على الورق، غير انك تكتبي تخرجي كل اللي في دماغك على الورق. فيعتبر انتي كده فضيتي دماغك. فدي أفضل طريقة علشان تتعاملي بيها مع دماغك، انك تخرجي كل حاجة. تخرجي بقى مشاعر سلبية، مشاعر إيجابية، مواقف حصلت خلال يومك، أي حاجة، أي حاجة جوه دماغك تخرجيها على الورق. عايزة دماغك يعمل صوت الفراغ، اللي هو صوت الفراغ ده. مش لما تبقي قاعدة في هدوء بتحسي ان الصوت ده في ودانك؟ هيبقى في دماغك وعقلك لما تخرجي كل حاجة على الورق. فالجورنالينج، كتابة اليوميات، والبلانينج كمان، التخطيط، حاجة فوق الروعة. الجورنالينج أو التدوين والتخطيط، الحاجتين دول مرتبطين ببعض بشكل كبير. لأن انتي أصلا بعد ما بتعملي جورنالينج أو بعد ما بتدوني، فانتي خلاص انتي يعتبر بدأتي ترتبي أفكارك، فانتي هتخططي لكل اللي جاي بطريقة منظمة بشكل تحفة. فالتدوين والجورنالينج عظيم. طيب يا رغدة، أنا أكتب ايه؟ زي ما قلتلك اكتبي كل حاجة. مثلا لو انتي شخص بينسى، او مثلا بيحس ان
ما بيعرفش يكتب بشكل كامل، بصي انت مع الوقت هتعرفي، بس خلي دايما الورقة والقلم معاكي في شنطتك في كل مكان. وانت قاعدة مثلا لوحدك كده، حصل موقف او جه على بالك موقف اكتبيه. حصل حاجة خلال يومك أثرت فيكي مثلا بالسلب أو بالإيجاب، اكتبيها. افتكرتي حاجة حصلت لك وحسيتي بمشاعر كده متلخبطة، اكتبيها. خرجي كل ما يخطر أو كل ما يجي على بالك حاجة، خرجيها على الورق. بعدين هتحسي إن الكتابة أسهل. الموضوع بقى اللي هو دي عادة، أنا مش هعرف أمشي من غير ما أكتب. فأنتي اكتبي كل حاجة. ممكن تكتبي عن نفسك، أسئلة كتابة اليوميات اللي بتعرفي بيها نفسك. ممكن تدخلي على بنترست، اكتبي كتابة اليوميات أو أسئلة كتابة اليوميات، أو ممكن أبقى أنزلها لكم في بوست على الانستجرام أو على التيك توك أو في أي مكان. الأسئلة دي بصي بتخليكي تعرفي نفسك بشكل أعمق. انتي بتفهمي نفسك، بتفهمي مشاعرك، بتكتبي عن نفسك، عن إنتاجيتك، عن ثقتك بنفسك، عن علاقتك، عن علاقاتك بالناس اللي حواليكي. بتسألي نفسك أنا حاسة بإيه النهاردة. بتسألي نفسك أنا بتسألي نفسك مثلا إيه الحاجات اللي أنا بحبها. الحاجات دي برضو مفيدة للتدوين، إنها بتساعدك تعرفي نفسك. فأي كتابة هتكون مفيدة ليكي. انتي مش هتكتبي أي حاجة وخلاص، كل حاجة هتكتبيها هتكتشفي بعدين إنها مفيدة ليكي بشكل كبير جدا. فكتابة اليوميات أو التدوين بيساعدك إنك تفهمي وتعرفي نفسك أكتر، بعيد عن هو بقى إيه، بيحسن العقل وبينشط العقل وبيمنع التوتر والضغط والسترس والحاجات دي كلها. بيساعدك بجد تعرفي نفسك أكتر. بيساعد يعني، استنوا، في هنا حاجة أنا كنت كاتباها، يعني أهو حاجة شبه كده، حاجة شبه كده هي أهو. هنا كاتبة هنا كاتبة هنا كاتبة الحاجات اللي أنا بحبها. هنا كاتبة الحاجات اللي بتحسن لي مودي أو الحاجات اللي ممكن أعملها ومودي مش كويس. فدي يعتبر حاجة من حاجات التدوين عادي. بصي مش لازم تزيني، اكتبي وخلاص، اكتبي أي حاجة. كمان حاجة أهو كاتبة من غير لا ألوان ولا أي حاجة. أهو عادي، اكتبي كل حاجة. الكتابة بجد هتلاحظي بعدين ان هي اثرت فيكي بشكل حلو جدا. ف بنترست كويس جدا انك تبحثي عن اسئله لكتابه اليوميات. كمان ممكن اسيب لكم بوست على الانستجرام فيه اسئله لكتابه اليوميات عشان تعرفي بيها نفسك اكتر. بس في البدايه انتي اكتبي الاول الحاجات اللي بتشغل دماغك، بحيث تفضي دماغك عشان تبدأي بقى ايه، تجهزي للأسئلة اللي تبدأي تعرفي بيها نفسك. فياريت تدخلي في يومك عادة الجورنالينج، عادة التدوين، لأنها هتحسن من كل حاجة. بجد بتحسن من كل حاجة. عن تجربة شخصية بعيدا عن الدراسات والأبحاث، التدوين عادة لو استمريتي عليها وبقت روتين ثابت في يومك، فانتظري مثلا خلال شهر أو خلال بعد فترة هتلاقي الموضوع اختلف تماما. هتلاقي عقلك بقى أهدى، بتفكري بشكل كويس، بتفكري بشكل أعمق. فخلوا عادة التدوين في يومكم، ابدأوا ضيفوها في يومكم. هتغير شكل يومكم تماما، هتغير على فترات شكل حياتكم، وهتغير عقلكم بشكل كبير. وبس دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا كومنت وتعملوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم عشان هما كمان يستفادوا. وبس اكتبولي كومنتات لطيفة لذيذة، شجعوني وقولولي لو هتبدأوا فعلا بعادة التدوين. اكتبولي في الكومنت عشان نشجع بعض كلنا. وبس كده، أشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.